ازيك يا لطيفه؟ ازيك يا فاهم؟ وحشتيني قوي. وانت كمان والله. بقالي قد ايه ما شفتكيش انا؟ يعني يجي 5 سنين كده اهو. مع اني مسافر من 20 سنه والله يا استاذ. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. الله يسلمك. هي دي الحاله؟ حالة ايه؟ هي دي الحاله؟ اتفضل اقلع. اقلع ايه؟ وحتى لو انا الحاله تقلعني ليه يعني؟ انت مش هتعالج العقل؟ ما احنا هناخد الهدوم دي نكويها ونجيبها تاني. ده طلع مكواجي. لا ده جاي من امريكا. احنا لما نكوي لك الهدوم المكرمشه نفسيتك هتبقى حلوه لما هدومك تبقى مكويه، فهتبقى زي الفل وهتخف. اللهم صل على النبي. لا شكله فاهم فعلا. وهنلمع الجزمه برضه. تلمع الجزمه ليه؟ شراحه الجسد تبدا من القدمين. ده جاي من بدء على هنا على طول. لا عموما يعني سيبك مني، انا المشكله مش فيا، المشكله في عيالي. عيالك مالهم لا سمح الله؟ انا راجل عندي عيادات وفي امريكا ونجم في شغلي يعني. يعني انت كنت في امريكا بتعالج الناس؟ امال ايه؟ طبعا. يعني عالجت مين مثلا؟ كل نجوم هوليود بتوع السيما؟ طبعا. عالجت مين؟ عالجت مثلا النجم العالمي براد بيت. براد بيت؟ عالجت براد. وبراد ده كان عنده ايه؟ ما كانش بيغلي ميه خالص. وانت عالجته؟ كان في ماسوله فكه منه، قمت مظبط له الماسوله بقى زي العنب. ماسوله؟ ولا صاموله فكه منه؟ ماسوله. ماسوله. لا شكله فاهم فعلا. طبعا. ماسوله. امال ايه يا استاذ؟ صاموله فكه. طبعا. انت ادرى بقى. مين تاني؟ وعالجت الفنان العالمي تنزل واشنطن. تنزل واشنطن؟ تنزل واشنطن الفنان العالمي. ايه تنزل واشنطن ده؟ هو الفنان العالمي تنزل واشنطن جالي العياده ما كانش عارف ينزل فين. كان تايه في امريكا مش عارف ينزل فين. قلت له انزل واشنطن. نزل واشنطن بقى تنزل واشنطن الفنان العالمي. الله الله شفت الله. بقى الفكره خليته نجم. ده فاهم. طبعا. يا ما شاء الله. والممثله المنحرفه مين؟ انجلينا جولي. الزميله يعني. الضايعه دي. انجلينا جولي؟ يعني بص انا ما بفهمش يعني في الاجانب، بس اعرف ان اسمها انجلينا جولي. لا ده في الصعيد بقى الكلام ده. ليه؟ الصعايده هم اللي بيعطشوا الجيم. يقولوا انجلينا. انما احنا في امريكا انجلينا عادي. انجلينا راحت انجلينا جت. لا ما شاء الله، ده واضح ان هو فاهم. طب انت بقى اللي هتحل لي المشكله بتاعت العيال. لا مشكله العلاج دي تتحل. انا عيالي بيخافوا. بيخافوا من ايه بس بيترعبوا من ايه؟ اي حاجه زي يعني إيه؟ مثلا لو حد طلع عليهم بمسدس يترعبوا. طب ما دي حاجه ترعب يعني. ده مسدس يعني اقول لك ابسط من كده. واحد لو رفع عليهم مطوه بيخافوا. انت عارف انا لو معاهم اول واحد هجران.